السلام عليكم يا شباب ورحمة الله وبركاته. معاكم حمودي من قناة حمودي واي تي. طيب يا شباب، اليوم حلقتنا مباراة بين فرنسا واسبانيا. مثل ما قلت لكم الفيديو الماضي حتكون عندنا مباراة بين اسبانيا وبين فرنسا، وهي حتكون مباريات المنتخبات الدولية. طيب يعني مباريات ودية، فاهمين، بين المنتخبات، وبعدين راح نرجع للأندية ونصور عنها بإذن الله. ولكن بحاول في مباراة اليوم نخليها فيها ركلات ترجيح، يعني ضربات جزاء، يعني اوقات اضافية وركلات ترجيح. فيلا يا اخوان، اختار منتخب اسبانيا. طبعا انا بحب اسبانيا وبحب منتخب اسبانيا بسبب هذا. طيب وخلينا نروح لفرنسا من قارة اوروبا. وينها فرنسا؟ هذه هي من فرنسا او المنتخب الفرنسي. طبعا تشكيلة معروفة تعيد اسبانيا. خلينا نشوف تشكيلة المنتخب الفرنسي. بيلعب بخطة 4-2-1-3 باسلوب الاستحواذ وتشكيلة منطقية مقنعة. اوكي، خلينا نشوف بس ايش طيب عن لويس دي لا فوينتي هو المدرب. طيب افضل مدرب صراحة. وخلينا نحط ربما لينورماد هو يسجل من الركنيات. طيب وكل شيء تمام التمام. اوكي تمام، بس نخلي هاي بس ايش، نخلي هاي وينتر. طيب ونخلي هاي سنو في مباراة ثلجية. طيب يا شباب، ونخلي هذه ايش ريجولار. طيب خلينا نشوف الحين الأطقم. عفوا، الطقم الأصفر راح ندخل وهم راح يلعبوا بالطقم الأساسي الطقم الأزرق. طيب حلو كثير. مباراة بين اسبانيا وفرنسا في اجواء ثلجية ممتازة. وان شاء الله يعني يكون في شو اسمه اوقات طفية وركلات ترجيح. بس لازم نسجل او نتعادل سلبيات. طيب او لازم نحرز التعادل. يعني كرة الى جانب المنتخب الفرنسي عند تيو هرنانديز، تاسكورا، كيليان مبابي، داني كارفاخال، داني فيفان ولدينا داني كارفاخال، الاثنين داني جريمالدو، روبن لي نورماند، داني فيفان، ميكيل ميرينو، وسكورا، الفارو مراتا، لامين يامال لاعب برشلونة، اللاعب الموهبة الشابة لدى برشلونة. ولدينا هنا نيكولاس ويليامز، يمشي ويليامز، يراوغ ويليامز. يا سلام على ويليامز، يعبث في دفاعات المنتخب الفرنسي لكن يقرر لعبها إلى ميكيل ميرينو. تعود كرة إسبانية لميكيل ميرينو عند نيكو ويليامز. رودري مين؟ بيدري، جريمالدو، رودري. هذا رودري بتسديدة، الله، جول المنتخب الاسباني. رودري يسجل. يا سلام عليك يا رودري. يا اخوان بفكر ان نلعب مباراة عادة طبيعي او ركلات ترجيح. اوكي بس انا بشوف 1-0 على المنتخب الفرنسي. يا سلام، يا سلام على البداية. كرة اوباميكانو، كوندي. طب يا اخوان برجع لكم بعد ما يخلص الشوط الاول. اوكي يا اخوان، هيني خلصت الشوط الاول بتقدم المنتخبنا الاسباني على المنتخب الفرنسي 1-0. هي الاحصائيات يا جماعة زي ما انتم شايفين. المنتخب الفرنسي سوى تسديدتين على المرمى مقابل انا عملت تسديدة واحدة. انا اكثر شخص يعني عملت تمريرات صحيحة وعملت باصات بنسبة 60 وعملت 3 تدخلات وانقذت الكرة مرتين. حلو الإحصائيات. نسبة استحواذ عندي 82، منتخب فرنسا مستحوذ على الكرة بنسبة 18%. الشوط الثاني الحين يا إخوان إيش بدنا نعمل؟ بدنا برضو نواصل الضغط. طيب يعني هكذا يعني بين لاعبين منتخبنا الإسباني وبين مع الحارس دافيد رايا. طيب ونسجل يعني في آخر شيء للمنتخب، نسجل للمنتخب الفرنسي يعني نعطيهم هدف التقدم عشان شوط ثاني برضو نمسكهم. وهذا نروح على ضربات الترجيح.
عشان اليوم أنا وعدتكم إنه في هاي المباراة وبعدها راح تكون في ضربات ترجيح ويمكن ما تكون في ضربات ترجيح. طيب يا إخوان، دافيد رايا وأسطورة كارفاخال يا رودري مع روبن لي نورماد. دافيد رايا، داني فيف صح يا إخوان، دقيقة أنا استفاد خاصية التبديلات. نعم خاصية التبديلات أين؟ نعم هنا، نأتي هنا نقوم بتفعيل خاصية التبديلات. هنا كرة خطيرة تعود فرنسية لويليام ساليبا لمبابي، ساليبا كيليان، لكن كورتو تتصدى لها من دافيد رايا. كرة من نيكو ويليامز لاعب مهاري. الذي يخطف ويليامز فهو لاعب محظوظ. ويليامز يتميز بالمهارة، بالمراوغة، بالسرعة، وأداؤه عالي، ذات إمكانيات عالية. هنا كرة من كامافينجا لامين يامال مع ميكيل ميرينو لداني فيفان، روبن لي نورماد. وهنا لدينا دافيد رايا، كرة إلى روبن لي نورماد. في الدقيقة 88 سوف أعطي هدف للمنتخب الفرنسي، أو في الدقيقة 83، أو إذا أعطيتهم الهدف الآن سوف أقوم بمواصلة الضغط العالي. أحب الاستحواذ جدا وأحب المرتدات، لكن ليس نسبة حبي للاستحواذ. هنا لدينا ماركوس تورام. هنا لدينا دافيد رايا، بيدري، رودري، فيفان. هيا نعطيهم الهدف الآن. دقيقة فقط. ميكيل ميرينو، أصبحت الدقيقة 83. هذا الموعد أن نعطيهم هدفا للمنتخب الفرنسي. هيا خذها. سجل يا ماركوس تورام، سجل. هذول عم يطلعوا سكرانين. أخيرا جول المنتخب الفرنسي. ماركوس تورام يسجل، ولا مين؟ نعم ماركوس تورام. الحين يا اخوان بس برضو نواصل الضغط تبعنا، الضغط على المنتخب الفرنسي، ما نخليهم يلمسوا الكرة. الشوط الثاني نسلمهم الكرة، الشوط الإضافي الأول بس مع الضغط العالي. راح أوريكم كيف. الحين يا اخوان خلص الشوط الثاني والتعادل، اوكي، ومنتخب الفرنسي مستحوذ على الكرة 22%، بس ما زلت يا جماعة مواصل بالضغط العالي. حلو. الحين انا راح اوريكم الحين كيف ما راح اخلي منتخب فرنسي يمسون كرة، بس راح مارس الضغط العالي زي كذا يا جماعة. شوفوا بس تمريرات بين الفريق والحارس، وبس إذا في كانت مرتدة خطيرة للمنتخب الفرنسي بنصدها يعني، بس برضو ما نخليهم يعني يقربوا على مرمانا أكثر، مشان ما يصير أي استهبال وتخرب الأمور ويخرب السيناريو. كرة من داني فيفان، كرة من رودري يلعبها لي روبن لي نورماد. داني فيفان مع روبن لي نورماد. بيدري ماركو كوريا، فابيان رويز. تعود كرة إلى داني فيفان، كيلور نافاس، أولمو. كرة خطيرة، ولكن خلاص ينتهي الشوط الإضافي الأول بالتعادل الإيجابي. هذا ما نطمح له، أن نبقي نتيجة إيجابية ونذهب إلى ضربات الترجيح. سوف يخرج المنتخب الفرنسي يمكن من ضربات الترجيح، أو يمكن أن يصير العكس. المهم أنني أوفيت بوعدي، سوف نلعب هذه مباراة تكون فيها ركلات الترجيح. الآن نسلمهم اللعب قليلا، يستحوذ الكرة، ولكن نمارس الضغط عليهم العالي. كرة خطيرة
لي أولمو مع خيسوس نافاس، داني فيفان، روبن نورماد، كوكوريا لدافيد رايا. كرة من فيران توريس، هذه خطيرة، أخطر المنتخب الفرنسي. تيو هرنانديز، أوباميكانو، كيليان مبابي، شواميني. يا جماعة، وأخيرا خلصنا المباراة، باقي بس شيء واحد، ضربات الترجيح أو ركلات الجزاء. يلا يا جماعة إلى ركلات الترجيح التي كنا ننتظرها، والآن مع صاحب الركلة الأولى. من الذي سيسجل لإسبانيا في ضربة الترجيح الأولى؟ ميكيل أويارزابال. يلا يا أويارزابال، هل يتقدم أويارزابال؟ نعم، يسجل المنتخب الإسباني أول أهداف من ضربات الترجيح أو ركلة الجزاء. هنا كرة عن كيليان مبابي ودافيد رايا، كيليان ودافيد رايا، ممتاز، رائع يا رايا، ممتاز دافيد رايا. هنا فيران توريس، هيسجل فيران توريس الثاني. نعم، محسومة لإسبانيا، منتخب الحقيقي هو منتخب إسبانيا. هنا لدينا أنطونيو غريزمان ودافيد رايا، لكن هنا يسجل غريزمان أول أهداف المنتخب الفرنسي، يسجل غريزمان لفرنسا. هنا لدينا داني أولمو، هل يسجل أولمو أم يهدرها أو يضيعها؟ لكن يا الله، يتصدى الحارس، يتصدى مايك مينيون. هنا ميكيل أوليس ودافيد رايا أوليس. لا، يسجل مايكل أوليس ولا ما أدري، المهم مايكل أوليس. أوكي، هذه ركلة حاسمة. فابيان رويز يستعد لتنفيذ الضربة الركنية، ضربة ركنية، ضربة الترجيح. يتصدى الحارس، يا مايك مينيون. هنا لدينا كولوماني دافيد رايا يتصدى. برافو، مباراة تألق حراس. لقد تعبت، ألا يمكن أن ننهي هنا. هنا لدينا بيدري، اعذروني يا اخواني إذا كان في أخطاء، لكن بيدري يسجل. يا سلام، الثالث لإسبانيا. هنا لدينا أندريان رابيوت ودافيد رايا، لكن يسجل رابيوت لفرنسا. الركلة الحاسمة إذن رودري ومايك مينيون. هل يسجلها رودري؟ يضيعها رودري. يا رودري. لو سجل المنتخب الفرنسي سوف نطرد. دافيد رايا، نعم، نخسر في المباراة أمام المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي أكثر خبرة في ضربات الترجيح، لديهم لاعبين يساعدونهم في الفوز. إذا لا كنا نستحق الخسارة. إذا فوز مستحق للمنتخب الفرنسي بركلات الترجيح. إلى هنا أراكم بفيديو آخر في مباراة أخرى. سلام.